تخيل نفسك داخل علاقة جديدة، من أول يوم حسيت إن الشخص ده فاهمك وبيقول لك كلام يدوخ، وعود كتير زي أنا هخلي حياتك أجمل وأنت الوحيد اللي يهمني، فتفتكر إنك لقيت الأمان اللي بتدور عليه. قبل ما أكمل أعمل لايك وفولو وشير ومنشن لحد تعرفه ممكن يكون عايش المواقف دي، عشان اللي جاي مهم جدا. مع الوقت تبدأ الصورة تتكشف، تلاقي نفسك كل مرة بتحاول تحكي حاجة حصلت لك أو موقف فرحك يتجاهل كلامك ويرجع دفة الحوار ليه هو. ترجع من الشغل فرحان عشان أخدت ترقية وتستناه يقول كلمة بسيطة زي فخور بيك، لكن تلاقي رد بارد عادي يعني ما الناس كلها بتترقى، وساعتها فرحتك تقع. يوم تاني تكون تعبان ومحتاج بس كلمة ترفعك، فتقول أنا مش قادر أتحرك، بدل ما يقول سلامتك يرد هو كل شوية هتاية، أنا محتاجك واقف جنبي مش نايم. فتحس إن قيمتك مرتبطة بقدرتك تخدمه، مش بإنك إنسان له مشاعر. تيجي مناسبة تخصك، عيد ميلادك أو يوم مهم ليك، تجهز له مفاجأة أو هدية من قلبك وتنتظر منه اهتمام زي ما بتعمل، لكن تلاقيه جايب لك حاجة على الماشي، أو يمكن ينسى، ولو عاتبته يقول لك أنت مادي، الحب مش بالهدايا. الغريب إنه هو نفسه لو أنت نسيت حاجة تخصه ممكن الدنيا تقوم وما تهداش. تيجي في يوم تقرر تواجه وتقول أنا متضايق من اللي بيحصل، بدل ما يسمعك يضحك ويقول أنت حساس زيادة، أو يقلبها عليك ويقول أنت السبب، أنت اللي مقصر، وتبدأ تشك يمكن أنا فعلا مكبر المواضيع. وده بالظبط اللي اسمه جاس لايتنج، يخليك تشك في مشاعرك وتقتنع إن الغلط فيك. الشخص اللي بيتصرف بالشكل ده مش بيحبك عشانك، هو بيحب نفسه. النرجسي في العلاقة بيحب ياخد وما بيعرفش يدي، عايز الاهتمام كله ليه. لو انت تعبان يبقى هو مشغول، لو انت محتاج يبقى مش موجود، لكن لو هو عايزك لازم تكون جاهز في اي لحظة، ولو ما عملتش كده تتهم انك مش بتحبه كفاية. ومع الوقت تلاقي نفسك بتستنزف، بتدي وبتدي ومفيش حاجة بترجع لك، وتخرج من العلاقة دي وانت مرهق نفسيا وحاسس انك قليل. لكن الحقيقة إن المشكلة مش فيك. الشخص النرجسي بيشوف العلاقة مراية لغروره، مش بيدور على مشاركة حقيقية، هو بيدور على مسرح يبقى فيه البطل وانت مجرد كومبارس. عشان كده لازم توقف وتفهم إنك ما تسمحش له يكسر ثقتك في نفسك، تحط حدود واضحة وتقول ده مقبول وده لأ، وما تراهنش على إنه هيتغير لأنه نادر جدا يتغير. والأهم تفتكر إن قيمتك مش في رأي شخص أناني، قيمتك جاية منك انت، من تعبك ومن قلبك. وفي الآخر لو حسيت ان الكلام ده لمس جزء من حياتك اعمل لايك وفولو وشير ومنشن لحد محتاج يسمع الرسالة دي، وخلي بالك ان الحب الحقيقي مشاركة ودعم وسند، مش أنانية واستنزاف.